عمرك جيت تعمل خير وبعدين حسيت انك مش قدها؟ يا اما تقول طب ما انا مش ملاك هعمل ايه يعني، وتسيب اللي في ايدك وتمشي، مع ان اللي حصل ده مش ضعف، ده اختبار صغير من ربنا بيشوفك هتكمل ولا هتهتز. زي مثلا تنوي تبدأ تصلي بانتظام، تلاقي اليوم اللي بعده كله دوشة ومشاكل وتقول واضح ان مفيش نصيب. او تنوي تبطل ذنب، تلاقي الدنيا بتزن عليك اكتر وتفتكر انك مش هتقدر، مع ان ده العادي، ده الشيطان اخره يعمل دوشة لكن مش اخره يمنعك. عارف، النية الحلوة اول خطوة، والثبات عليها هو اللي بيغير حياتك، والطريق اللي فيه مقاومة غالبا هو الطريق الصح. فلو حاسس انك بتتلخبط او بتتراجع، ما تحكمش على نفسك بسرعة، ارجع للنية الاولى وافتكر ربنا بيشوف القلوب قبل الافعال، وكل خطوة صغيرة بتعملها بتتحسب حتى لو محدش شايف. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.